قصتنا اللي هنحكيها النهاردة مختلفة تماماً عن أي قصة. سحر، أعمال سفلية، وقرابين بشرية بتتقدم للشيطان. الجاني في قصتنا لص يبحث عن الكنوز والآثار المخبأة في باطن الأرض. والضحية أطفال عمرهم لم يتجاوز 10 سنوات. بس قبل ما اتكلم في اي تفاصيل ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا هشام صلاح وانتوا على قناة دهاليز، وتعالوا احكي لكم كل التفاصيل. حكايتنا ابتدت في دولة المغرب لما والد الطفلة نعيمة الروحي، واللي كانت من الأطفال ذوي الهمم، راح للشرطة عشان يبلغ عن اختفاء بنته. وبعد 40 يوم الشرطة لقت بقايا من جثة وعظام الطفلة مرمية عند مجرى مائي. تفاصيل مرعبة مرتبطة بحادثة الطفلة نعيمة الروحي، لكن قبل ما أحكيها لكم خلوني أحكي لكم عن خرافة شيطانية تعتبر هي المتهم الأول في قضايا اختفاء كتير من الأطفال. وفي آخر الفيديو هحكي لكم عن علاقة الخرافة دي بأحد الأديان السماوية. خرافة الزهريون، واحدة من الخرافات اللي الشيطان قدر مع كل أسف إنه يقنع بيها بعض من ضعاف النفوس وضعاف الدين، عشان تكون هي الحجة اللي بيبرروا بيها اختطاف وقتل أطفال أبرياء لا ذنب لهم. الزهريون حسب معتقد المؤمنين بهذه الخرافة هم أطفال ليهم قدرات روحية خاصة بيتولدوا بيها. القدرات دي بتخلي الشياطين تخضع ليهم، وبتخلي عند الأطفال دول القدرة على التواصل مع أرواح الأموات أو حتى مع سكان العوالم السفلية من الجن والمردة والشياطين. وكمان عندهم القدرة إنهم يشوفوا الكنوز والآثار المخبأة في باطن الأرض. ده غير إن المؤمنين بهذه الخرافة بيعتقدوا إن دم الأطفال دول يعتبر هو أنقى أنواع الدماء، واللي بيكون بمثابة الزئبق الأحمر لسكان العوالم السفلية، واللي بيعتبر مصدر قوة للجن والشياطين عشان يرتقوا في المراتب والدرجات الشيطانية. المؤمنون بخرافة الزهريين وخصوصا من السحرة والمشعوذين في الغالب بيقدموا الأطفال دول كقربان للمردة وللشياطين. بيقتلوهم، بيستخدموا دمهم في أعمال السحر أو فك الطلاسم وفتح البوابات اللي موجودة تحت الأرض واللي بتخفي وراها آثار قديمة أو كنوز ذهبية لا تقدر بثمن. اعتقاد منهم إن البوابات دي محروسة من شيطان أو من جن، عشان يقدروا يفتحوها لازم يقدموا قربان بيكون طفل من الأطفال الزهريين. الأطفال الزهريون عند المؤمنين بالخرافة دي بيتولدوا بصفات جسدية معينة، زي وجود شق طولي في منتصف اللسان، أو شق عرضي واحد في الإيدين، أو حول بسيط موجود في العين وخصوصا في العين اليمين. كل الصفات الجسدية دي هي بالنسبة للطب قد تكون حالات مرضية تستوجب التدخل الطبي والخضوع للعلاج فترة من الوقت، لكن بالنسبة للمؤمنين بخرافة الزهريين دي صفات جسدية لأطفال أبرياء ممكن يكون مصيرهم في يوم من الأيام إنهم يتقدموا كقربان للشيطان. ومن المعتقدات المرتبطة بالخرافة دي هي إن الطفل الزهري أول ما يتولد بيتلبسه الشيطان وبيفضل جواه لحد ما الطفل ده يبلغ عمر 10 سنوات. وقتها بتكون جميع الصفات الجسدية الخاصة بالزهريين اكتملت فيه، ويخرج منه الشيطان ويروح للساحر اللي مسخره
عشان يدلوا على الطفل ده. وانتوا أكيد عارفين الساحر هيعمل إيه معاهم. الطفلة نعيمة الروحي واحدة من أطفال كتير راحوا ضحية للجهل والشعوذة. طفلة لم يتجاوز عمرها 5 سنوات فقدت حياتها بسبب خرافة الأطفال الزهريين، واللي للأسف ناس كتير لحد دلوقتي مؤمنين بيها. لا، والغريب إن في ناس كتير معتبرين نفسهم إنهم من الزهريين أصلا عشان يقدموا من غير ما ياخدوا بالهم خدمة عظيمة للشيطان، اللي كل هدفه إنه ينشر الخرافة دي وغيرها من الخرافات بين الناس، وتكون سبب في إن إنسان يقتل إنسان، وتكون سبب في خسارة بني آدم لدنياهم وآخرتهم، فيرتكبوا ذنب ومن أعظم الذنوب عند ربنا، اللي بيكون عقابها في الآخرة هو الخلود في نار جهنم. كده يكون الشيطان حقق هدفه الأساسي في إغواء بني آدم. قال الله تعالى في كتابه العزيز على لسان إبليس: بسم الله الرحمن الرحيم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حادثة الطفلة نعيمة الروحي سببت صدمة في المجتمع المغربي كله، وجرح في قلب والدتها ووالدها لا يمكن للزمن إنه يمحيه. وبعد فترة من التحقيقات في القضية قدرت الشرطة إنها تقبض على شخصين كانوا هما المتورطين في الحادثة دي، واحد دجال ومشعوذ، والتاني متهم في قضايا سابقة بالتنقيب عن الكنوز، عشان يتقدموا للمحكمة اللي تصدر قرارها بالمؤبد لكل واحد منهم. الله أكبر الله أكبر. خرافة الزهريين في الدين الإسلامي أمرها منتهي، دجل وشعوذة، ولم يتم ذكرها لا في القرآن ولا في السنة. وبرضه في الديانة المسيحية ما جاتش أي سيرة تخص الزهريين في الإنجيل نهائيا. أما بالنسبة للديانة اليهودية فالأمر مختلف، لأن في أقوال بأن كلمة الزهريون بيرجع أصلها إلى كلمة الزهار. الزهار هو واحد من أهم النصوص في التصوف اليهودي، واللي منها جزء بيتكلم عن الكبالة، والكبالة هو كتاب بيعالج التصوف اليهودي من خلال ممارسة فنون السحر كشعائر دينية. فكرة السحر في الديانة اليهودية ظهرت بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام، واللي كان ربنا مسخر له الجن والشياطين عشان يخدموه ويكونوا تحت أمره. ولما مات سيدنا سليمان الشياطين بدأت توسوس لبني إسرائيل إن الملك العظيم اللي عند سيدنا سليمان كان بسبب إنه ساحر مش نبي، وإنه قدر بسحره يسخر الجن، وإن أي شخص حابب يكون عنده ملك زي ملك سيدنا سليمان لازم يتعلم السحر عشان يقدر يسخر الجن. وفعلا بدأ بني إسرائيل يتعلموا السحر، انتشر بينهم بشكل كبير، وربنا سبحانه وتعالى أنزل ملكين هم هاروت وماروت عشان يعلموا بني إسرائيل الفرق بين المعجزة اللي كان ربنا مديها لسيدنا سليمان وبين السحر اللي تعلموه من الشياطين، ويوضحوا ليهم إن سيدنا سليمان كان نبي مؤيد بالمعجزات من ربنا، وإنه ما كانش ساحر. وفي النهاية وخلاصة الكلام إن مفيش حاجة اسمها الزهريين، وإن الاعتقاد ده ما هو إلا دجل وشعوذة وشرها الشيطان بين الناس لهدف واحد فقط، وهو غواية بني آدم.